عمرك سألت نفسك انت مين على السوشيال ميديا؟ تصنيفك ايه بالنسبة للناس وبالنسبة للمنصة نفسها؟ لو كنت فاكر الحاجات اللي انت بتشوفها وبتحس بيها وبتاخد قرارات عليها دي بالصدفة، تبقى انت غلطان. تعال افهمك الحقيقة. احنا دلوقتي بقينا عايشين جوه بلاتفورم باين كأننا بنستخدمها، بس في حقيقة الامر هي اساسا اللي بتستخدمنا. خلينا ابسط لك الموضوع وافهمك الموضوع بيبقى ماشي ازاي. كل بلاتفورم عندها الجوريزم مختلف بالنسبة لكل البلاتفورمز التانية. كل بلاتفورم ليها اوبجيكتيف او هدف لازم تحققه على البلاتفورم دي، وانت بتبقى دايما جزء منه. طب الخوارزميات دي او الالجوريزم بتفهم عنك ايه؟ بتفهم عنك كل حاجه، من طريقه تفكيرك اللي بتحب ايه وبتكره ايه وبتقف قد ايه على البوست ده وبتضغط امتى سيمور وامتى بتعمل كومنت وامتى بتزعل وامتى بتعمل شير. وده هدف اي بلاتفورم علشان يخليك تفضل تقعد على المنصه بتاعته اكبر وقت ممكن. وده هينتج عنه ايه؟ ان انت هتتفرج على اعلانات اكتر، هيجمع عنك بيانات اكتر، وهيروح يبيعها لمين بقى؟ لاصحاب البيزنس والشركات. يعني ايه هيبيع الداتا؟ يعني مش فاهم. بيبيع الداتا بتاعتك دي عن طريق المعلنين، الناس اللي بتعمل سوشيال ميديا كامبينز، ويبدا يستهدف سلوكك، اسلوبك، طريقتك، بتصرف قد ايه طول الشهر. وده الحاجه الاساسيه واللايف سايكل بيزنس بتاعت اي بلاتفورم عشان يعرف يدخل لنفسه فلوس. طيب يعني العلاقه دلوقتي دي بقت بين المتفرج العادي وبقت بين الشخص اللي عنده بيزنس. طيب والانفلونسرز والكرييتورز والناس اللي بتقعد تعمل محتوى زي دي هنعمل ايه؟ ده بقى اللي انت هتعرفه معايا في كل ريل انا بنزله. هديك كده شويه معلومات تعرف تطلع ليك انت بقى فلوس زي ما الكتاب ما بيقول. لان الحقيقه ان احنا هنا كلنا شغالين عند بعض. انت شغال عند صانع المحتوى وصانع المحتوى شغال ليك، واحنا الاثنين شغالين عند بتوع البيزنس، والبيزنس بيخدم المنصه اللي هي اساسا مشغلانا كلنا. لو عايز تفهم السوشيال ميديا بشكل اعمق وتبني بيزنس ليك ناجح او بيرسونال براندنج ليك، تابعني لان اللي جاي هيفرق معاك قوي.